اللي كايش اللي بغيت نشارك معكم اليوم كيجيو خفاف لذاذ وسريعين في التحضير. كنتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو من الاول الى الاخير وفرجه ممتعه. السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال ورمضان كريم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم لي كيش. كما شفتوا هنا خديت الصدر ديال الدجاج والبصله، درت ليهم واحد النقيطه ديال زيت الزيتون وغنخليهم يتشحروا مزيان. بالنسبه للتوابل هنا عندي شويه الملحه، شويه السكينشبير، شويه الفلفل الاحمر وشويه ديال الخرقوم كما كنقولوا البلدي، وغنحاول نخلط. شتي ما كتاكلش بالي تي لا وعلاش راحتي هذا وفي هذا الاثناء هنا درت شويه ديال البطاطا غتسلق غير شويه وغنطفي عليها وغنسوطيها مع شويه ديال زيت العود. هنا من بعد ما وجدت الحشوه الاولى كما تشوفوا البطاطا هنايا صوطيتها غير في شويه ديال زيت الزيتون فقط، وغنضيف كل شيء على هذا الخليط وغنخلط مره واحده. وخليكم معايا باش نوجد الحشوه السائله اللي غنرافقوها مع هاد لي كيش. كما شفتوا معايا البنات هنا من بعد ما طيبت البطاطا بوحدها صوتيتها مع شويه زيت الزيتون وضفتها على صدر الدجاج، فلفله، شويه القرعه خضراء وشويه القزبر ومعدنوس وشويه اليازير والزعتر. هنا غنحتاجو 2 ديال البيضات، خماره ديال الحلوى، كاس ديال الدقيق، الزعتر والقياس الكافي ديال الحليب. ونبداو على بركه الله. غناخذ هنايا غناخذ هاد 2 ديال البيضات، بسم الله. وندير واحد قبيصه ديال الملح عشويه، ناخذ البيضه الثانيه، هنا غناخذ شويه ديال الزعتر، وهنا غنضيفو قياس كافي ديال الحليب، ولكن من قبل نحاول انني نخفق هاد البيضه. غنضيف كاس ديال الحليب، يعني هنا على حسب الكميه اللي عندنا البنات غنديروا هاد المقادير كامله. بسم الله. وهنا غنحاول نضيف هاد الخميره ديال الحلوى قبل ما ندير الدقيق. بطبيعه الحال غنحاول انني غنغربلها باش ما يبقاوش فيها هذوك الكويرات. غنخلط وغادي نبدا نضيف في الدقيق بالتدريج.
غنخلطو مزيان وغنبدا نضيف في الدقيق. هنا درت كاس صغير ديال الدقيق، ونحاول نخلط غير بشويه. وهانتوما معايا لنهايه الفيديو. كما شفتوا هنا هاد ليمون ديال لي كيش دهنتهم بشويه الزبده باش ما يلصقوش لينا، وغنديروا القياس الكافي اللي خصنا. فهنا سطح العمل راه نقي بطبيعه الحال. هنا غنحاول نوزع هذا الخليط بالتساوي على هاد ليكيش. بطبيعه الحال ندخلوهم للفرن. فهنا من بعد ما جهزت ليكيش ودرت عليه درت الحشوه ودرت حتى البيض والدقيق والحليب، فانا غنكون مسخنه الفران وغنديهم يطيبوا، ومن بعد غنخرجهم وغندير لهم موتزاريلا. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. هنا كما كتشوفوا البنات خليتهم طابوا غير شويه من الفوق وخرجتهم وحاولت درت لهم الموتزاريلا. كما شفتوا هنايا كاين الوالده ديالي ما كتاكلش الموتزاريلا، فانا درت هنايا لهاد الباقي اللي كاش درت لهم الموتزاريلا وغنعاود نرجعهم الفران. وهانتوما معايا الى نهايه الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال ليكاش اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم، والى عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك سبسكرايب وتعليق يكون محفز. ورمضان مبارك كريم، وكل عام وانتم بألف خير.